أهلا يا شباب. في شي خطير في لعبة ماينكرافت، وأنا بحكي لكم اليوم في شي فائدة منها. الموت في ماينكرافت هو شي يعني راح تضيع أغراضك إذا ما طاحت يعني في اللافا، وإذا راح ترص من بعيد. هذا اليوم راح نتكلم في أشياء لها فائدة. البوصلة، هذه البوصلة لها فائدة إذا راح توديك المكان السبون، هذا أفضل حل يعني عندك. والشيء الثاني هي هذه اللي تشبه الكريستات، راح تجدها عند السيتشيتي وراح تجدها هنا في الصناديق. وإذا ضعتها بهذا الشكل راح تخرج لك البوصلة الجديدة. راح تخرج لك البوصلة الجديدة اللي راح توديك لمكانك اللي أنت مت فيه. راح توديك صح. البوصلة المعدنية ما راح تشتغل في النظر. وإذا راح تضيع أغراضك إذا ما اشتغلت بالنظر. ولكن أفضل طريقة لك في لعبة ماينكرافت إن تضع حين بلوكات في كذا. وإذا إن البوصلة هذه اللي كان عندي حل، إذا صح البوصلة المعدنية، وإذا صنعت هذه البلوكة، إذا حطيتها بهذا الشكل في كرافت تيبل راح تجي. وإذا راح تخرج لك البلوكات تضعها كذا راح تجي السحابة النسيجية مطورة في التطوير. هذا الشيء يعني مرة عجيب وأسطوري يعني. وشي ترى الصح عندما تروح لقلعة البليز وتموت فيها أفضل، وراح ترص من بعيد غالب. نعم هذه البلكة لها فائدة وأنا راح أعلمك بصناعتها بهذا الشكل. إذا وضعت عليها كاستون بلكة كاستون راح تخرج لك هذا الشيء كذا، واضغطها مرة كذا وراح تفيدك. هذه جولدن ابل مدري جولد بالمرض راح تخرج لك هذه التفاحة تشبه القراوي، وإذا تحطها بالأرض راح يخرج لك قراوي، راح يبيع لك خريطة عشان تطيع منزلك. وإذا طبعا منزلك استعمل هذا الشيء العجيب والأسطوري في لعبة ماينكرافت. وهذا الأمر إذا استعملته ما راح تضيع بيتك. اشتراك بالقناة. مع السلامة.